قال لكل من لم يصوت لي إن صوتكم لم يكن معي ولكن صوتي سيكون معكم في كل حقوقكم ومطالبكم. خسرنا أصواتكم ولا نريد أن نخسر ثقتكم. النتائج إهانة لذكاء المصريين وأعترف بخسارتي. في لجان حصلت بها على صفر رغم وجود مندوبين لي فيها، فكيف لم يصوت لي المندوب؟ دي حاجة محتاجة إجابة. هل صحيح اللجان التي حصل فيها السيد حمدين صباحي كان فيها مندوبين ليه؟ اللي حصل فيها على صفر. طيب احنا قدام كام احتمال؟ قدام مجموعة من الاحتمالات. واحد، أن يكون المندوب مش مسجل في هذه اللجنة، وده يبقى خطأ من الحملة فليس له حق التصويت. اتنين، أن يكون صوت للمشير السيسي. تلاتة، أن يكون أبطل صوته. أربعة، أن يكون قرر أن يقاطع وهو في حملة حمدين. حد يقول لي ده وارد؟ أنا لازم أحط كل الاحتمالات. الاحتمال الخامس أن يكونوا شالوا صوت الاتنين المندوبين اللي صوتوا لحمدين، وساعتها أنا هسأل برضه عشان لازم أستخدم عقلي. إيه المصلحة؟ يعني فارق معايا قوي إن اللجنة يبقى فيها 3000 للسيسي فشيل الصوتين بتوع حمدين علشان يبقى صفر، واللجان دي تحديدا هم كلهم كام لجنه؟ واللجان دي تحديدا ليه؟ يعني اشمعنى لجنه في المنيا ولجنه في بني سويف ولجنه 3 4 لجان؟ اشمعنى اللجان دي اللي انا خايف من الصوتين بتوع حمدين؟ القاضي اللي قرر يخون ضميره، وانا يعني ارفض هذا ولا اقترب اليه ثانيه واحده. انا عرفت منين ده الحمدين واحد عمل ورقته وحطها جوه الصندوق؟ طلعها ازاي وشالها علشان يبقى حمدين صفر؟ خططها ازاي في وسط الرقابه والناس اللي واقفين دول كلهم؟ احنا كنا شايفين الفرز امبارح. تبدو المساله غريبه شويه، واستخدامها يعني صديقي العزيز وحبيبي السيد حمدين صباحي لا اعتقد انها كان محتاج يقولها، حتى هي اتقالت اكتر من مره بس انا مش قادر استوعبها. قال ان الاعلام شكى من قله الحضور وهلل للنسب الكبيره. الاعلام شكى من قله الحضور لما شاف بعض اللجان خاويه وجاله حاله هلع والاخوان علوا جدا فبقى في رد وحاله هستيريا حقيقيه. ده حصل يا استاذ حمدين. الناس لما شافوا بعد كده اللجان بالليل والطوابير والبتاع بدات تقول لك ايوه كده الاعداد كبيره. هل راح ناس تاني يوم وتالت يوم؟ راح ناس اعداد كبيره بالفعل. اللجان قالت كده. اقل من المتوقع. هو ايه المتوقع؟ يعني انا واحد من الناس لما كنت بتناقش مع اصحابي انا لم اكن اتوقع ازيد من 20 ل 25 مليون ابدا ابدا، ودي كانت نسبه كبيره يعني. في النهايه المهم الذي قاله ايضا السيد حمدين: نقبل النتيجه النهائيه رغم كل ما فيها من عيوب، والذين اداروا الانتخابات قدروا الخاسر واشعروه انه خسر في معركه غير عادله. تعالوا نشوف جزء من الكلمه ونرجع لكم.